ازاي اوصف حد معين، ازاي اوصف شكله، شخصيته، بيحب ايه او مش بيحب ايه. وكمان هنعرف ايه هي الافعال المناسبة اللي اقدر استخدمها في الوصف، وازاي استخدم verb to be او فعل يكون في الوصف، وايه قصة الفعل ده بالظبط وليه هو مهم قوي كده في اللغة الانجليزية. مم. اول حاجة هنتكلم عنها هي فعل يكون او verb to be. الفعل be ده معناه يعني يكون، زي لما احب اقول مثلا هو يكون مهندس او هي تكون معلمة. الفعل ده من الافعال المهمة جدا في اللغة الانجليزية، ممكن يجي في الجملة كفعل رئيسي، الفعل الوحيد اللي في الجملة، زي لما اقول I am a teacher، انا اكون معلمة. وطبعا في العربي انا بترجمها انا معلمة على طول، ما ينفعش اقول انا اكون معلمة، لا، بس لازم في الانجليش لازم نحط فعل زي ما احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت ان تكوين الجملة لازم يكون فاعل وفعل. فهنا بستعين بفيرب تو بي am عشان I، فبحط الفعل بتاعي اللي هو am عشان يكمل لي معنى الجملة، فتبقى I am a teacher. فهنا am من عيلة الفعل be، من نفس العيلة بتاعته، وهنعرف مين هي العيلة بتاعته كلها وهنعرف ازاي. بس زي ما انتوا شايفين ان هنا am هو الفعل الوحيد اللي في الجملة، وممكن كمان الفعل be ده يجي كفعل مساعد للفعل الرئيسي للجملة، مثلا عشان يدل على زمن معين زي زمن المضارع المستمر، وده هنبقى ناخده بالتفصيل بعد كده، وهو معناه حاجة بعملها في الوقت الحاضر ولسه مستمر في عمايلها لحد دلوقتي إلى هذه اللحظة. مش هندخل في تفاصيله قوي، بس هنشوف مثال الكلام ده، زي لما أقول مثلا he is playing football، هو يلعب كرة قدم. هنا الفعل is من عيلة be برضه، وهنتكلم زي ما قلنا بعد شوية بالتفصيل عن صوره كلها. بس زي ما احنا ملاحظين هنا ان is جه وراها فعل تاني اللي هو الفعل الرئيسي بقى بتاع الجملة اللي هو play يعني يلعب، علشان يوضح زمن اللعب، يوضح ان اللعب بيحصل دلوقتي، ان هو بيلعب كورة لحد دلوقتي، لحد الوقت اللي بتكلم فيه الى هذه اللحظة. دلوقتي هنشوف مع بعض عيلة الفعل بي. بي ده ليه صور كتيرة جدا، يعني مش جدا قوي، بس ليه كذا صورة. اولا هو من الافعال الشاذة. طب يعني ايه فعل شاذ؟ يعني فعل ملوش كتالوج، ملوش صورة معينة، صورته كل شوية بتتغير، مش بيتبع قواعد، يعني مش بيتبع قاعدة الماضي اللي احنا بنزود ايدي للفعل فتحول الفعل للماضي، لا، ملوش دعوة بالكلام ده. طيب يعني صورته في المضارع بشكل، في الماضي بشكل، في التصريف الثالث بشكل. يعني ايه تصريف ثالث؟ التصريف الثالث ده تصريف للفعل، بس انا مش عايزاك تشغل نفسك بيه دلوقتي، هناخده في حلقات تانية بالتفصيل. طيب نشوف مثال على الكلام ده عشان نفهم اكتر. مثلا نشوف فعل من الافعال المنتظمة اللي هي بتتبع القواعد، زي فعل play يلعب. فعل play ده فعل play ماشي، فعل ابن حلال كده بيتبع القواعد، يعني بيتبع قاعدة الاي دي في الماضي، ان انا لما يكون عندي فعل عايزة احوله للماضي بزود له اي دي. زي مثلا في المضارع هو شكله play زي ما هو، طب في الماضي هحط له هيتبع زي ما قلنا قاعدة الاي دي فهيبقى played. طب في التصريف الثالث برضو بيتبع القواعد فهيبقى زي شكله في الماضي played، ما بيتغيرش. طب مقارنة بقى بالفعل بي نيجي نشوف يعني ايه اللي هو من الافعال الشاذة. بي صورته في المصدر هي بي. يعني ايه مصدر؟ يعني الفعل من غير اي اضافات، يعني في حالته الاصلية ما بغيرش فيه حاجة من قبل ما اغير فيه اي حاجة، هي دي معنى كلمة مصدر. فهي صورته في المصدر هي بي، ده المصدر بتاعه، الجد الكبير. طيب لو حطيت له بقى اي ان جي في حالات في الانجليزي كده معينة بحط للفعل اي ان جي، ودي هناخدها قدام شوية، فهتبقى صورته كده being. طب في التصريف الثالث هتبقى صورته كده been. اما بقى في المضارع وفي الماضي دول هنشوفهم دلوقتي مع بعض.
أول حاجة بالنسبة لصوره في المضارع أو the present، هو ليه 3 صور. أيوة، في المضارع ليه 3 صور. يعني مثلا أول صورة ليه مع I بيكون بالشكل ده am، فهتبقى I am. طب مع he وشي وإت، صورته مع he هو وشي هي وإت هو أو هي الغير العاقل، بتبقى is. يعني بقول he is أو she is أو it is. أما مع you أنت أو أنتم، و they هم أو هن، أو we نحن، بتبقى صورته are. يعني you و they و we بياخدوا في verb to be are. زي لما أقول you are أنت تكون. طب مع المفرد بياخد is، تبقى صورته is، ومع الجمع are. زي لما أقول مثلا I am a doctor أنا طبيب. هنا زمن الجملة عندي في المضارع، يعني لحد دلوقتي أنا دكتور. وزي ما قلنا إن I في المضارع بتاخد am، يعني ما ينفعش أقول I be a doctor، لا ما ينفعش be، هو صورة be مع I في المضارع بتبقى am، فكده يبقى غلط. يبقى I be a doctor دي غلط. أمال هتبقى إزاي؟ زي ما قلنا I am a doctor. وزي لما أقول you are tall أنت طويل، هنا حطينا are علشان you بتاخد are في المضارع مع verb to be. ولما أقول she's smart، هنا برضو حطينا is عشان قلنا he و she و it والمفرد بياخدوا ايه؟ أيوة بياخدوا is في المضارع، فهنا هتبقى الجملة she's smart هي ذكية. طب في الماضي أو the past، الفعل be ده ليه عندي صورتين. أيوة صورتين، يعني قال لي مع I و he و she و it صورته بتكون was، أما مع they و we و you صورته بتكون were، ومع المفرد was ومع الجمع were. يعني مثلا لما أجي أقول he was fat، هو كان سمين أو كان مليان شوية، فلما أشوف was هنا أعرف إن أنا بتكلم عن حاجة في الماضي، حاجة حصلت كده، يعني هو كان مليان لكن دلوقتي بقى مظبوط أو بقى رفيع. برضو زي لما أقول the cat was small، هنا the cat كلمة مفرد فهتاخد ايه؟ was. وليه was مش is؟ لأني بتكلم زي ما قلنا عن حاجة في الماضي، يعني هي كانت صغيرة لكن دلوقتي ربنا نفخ في صورتها وكبرت. برضو زي لما أقول they were happy، هم كانوا سعداء. أيوة هنا حطيت لي were عشان they بتاخد were. وليه حطيت were مش are؟ لأني بتكلم عن حاجة في الماضي، هم كانوا سعداء لكن دلوقتي مثلا جه واحد عكنن عليهم فتعكننوا أو اتضايقوا فما بقوش سعداء. دلوقتي هنتكلم عن النفي مع verb to be أو the negative form. إزاي أنفي أو أقول هو مش رفيع، أو هي مش ممرضة، أو هي ليست طبيبة، أو هو ليس جاك. كلمة مش بالعامية المصرية أو ليس وليست بالعربية دي أقولها إزاي بالإنجليزي؟ قال لي بحط verb to be أو الصور بتاعته اللي هي زي ما قلنا am is are was were، بضيف ليهم كلمة not، كده يبقى أنا بنفي الكلام. زي لما أقول أنا لست حزين، I am not sad، أنا مش حزين، بالعكس أنا مبسوط أو عادي. فهنا حطينا not الام علشان نبين إن دي جملة منفية، يعني العكس بتاعها هو اللي صح. زي لما أقول برضو it's not cold، إنه ليس بارد. قدامي شاي مثلا وحد بيقول لي يا الشاي برد، فأنا هقول له إيه؟ لا ما بردش، فهقولها إزاي؟ it's not cold. قدامي حد مثلا وعايز أقول لا هو مش دكتور، أو هو مثلا هو مهندس أو معلم أو أي حاجة تانية لكن هو مش دكتور، فأقول له هو مش دكتور إزاي؟ he isn't a doctor،
هو ليس دكتور. برضو حد بيسألني انت امبارح كنت في المدرسة ولا لأ، انا عايزة اقول له لأ انا ما كنتش في المدرسة، ما كنتش موجودة امبارح، فهقولها له ازاي؟ I wasn't at the school yesterday. هنا استخدمت was علشان انا بتكلم عن الماضي، حاجة حصلت امبارح فباخد was. دلوقتي هنعرف ايه اكتر وقت نقدر نستخدم فيه verb to be او الاستخدام الشائع ليه. اول حاجة عندي في اغلب الوصف لما اجي اوصف حد او اوصف حاجة 90% انا بستخدم verb to be. او لما اجي اتكلم عن اسم شخص او اسم شيء معين، زي لما اقول مثلا اسمي غادة، ممكن اقولها ازاي؟ ليها طريقتين. ممكن اقول my name is غادة او I am غادة. زي ما شايفين هنا في الطريقتين استخدمت verb to be، بس نلاحظ حاجة. في أول طريقة استخدمت is. ليه؟ لأني لو شلت كلمة my name هعوض عنها في الضمائر بكلمة it، وزي ما قلنا it صاحبتها في verb to be is. أول بشوف it لازم أحط لها، بدل هستخدم verb to be هحط لها is. لكن في الطريقة التانية استخدمت am مش is. ليه بقى المرة دي؟ لأن I صاحبتها في verb to be am، فأنا لازم أخد بالي قوي امتى استخدم كل صورة منه. ابص للفاعل عندي اشوف هو هينفع معاه am ولا is ولا are، بس احطها تبع الفاعل بتاع الجملة. ده في حالة الايه المضارع. طب لو بتكلم في الماضي برضه هشوف الفاعل عندي واشوف اذا كان بياخد was ولا were. طيب نيجي بقى تاني، اقدر استخدمه في ايه تاني؟ برضه لما اجي اتكلم عن الاعمار، لما احب اقول مثلا هو عنده 7 سنوات، هنا مش هستخدم has اللي هي معناها عنده او لديه او يملك، لان مع العمر انا بستخدم دايما verb to be. زي اول مثال عندي هنا he is 7 years old. هنا ما قلناش he has 7 years old، لا غلط، ما ينفعش استخدم has هنا خالص، لازم verb to be. ولما برضو اجي اتكلم عن الجنسيات، زي تاني مثال عندي لما اقول we are from Egypt، نحن من مصر، برضو استخدمت verb to be. أو لما أوصف مشاعر شخص أو حالته المزاجية، زي تالت مثال عندي لما أقول we were happy، إحنا كنا سعداء. هنا بتكلم عن في الماضي، كنا في الماضي سعداء، لكن حاليا لأ، أو حاليا خلاص عادي. طيب أو لما أجي أحب أتكلم عن الألوان في الوصف مثلا، أو أوصف لون معين، أو أقول ده لونه كذا وده لونه كذا. زي رابع مثال عندي the flowers aren't red، الورود ليست حمراء. طب ليه حطيت are؟ لأن عندي the flowers اللي هو الفاعل عندي جمع مش مفرد، وقلنا الجمع بياخد ايه؟ are. ف the flowers aren't red، الورود ليست حمراء. دلوقتي هنشوف ازاي نوصف شخص معين. طبعا زي ما قلنا ان 90% من حالات الوصف انا بستخدم verb to be، وطبعا في صفات كتير اقدر استخدمها لما احب اوصف الاشخاص، وهتلاقوا رابط لملف PDF فيه اهم الصفات للانسان مرفق تحت في الحلقة مع وصف الحلقة. نشوف بقى الامثلة اللي عندي. اول مثال she is curvy، دي معناها ايه؟ هي مليانة او سمينة شوية، عندها زيادة بسيطة. curvy هنا عامة معناها مش زي فات، لا فات سمين عنده زيادة جامدة في الوزن، أو عندها زيادة جامدة في الوزن. لكن كيرفي الزيادة بتكون بسيطة عن الوزن المظبوط. بس نخلي بالنا إن كلمة كيرفي بستخدمها في وصف البنات والسيدات فقط، ما ينفعش أستخدمها مع الذكور أبدا. ليه؟ لأن مع الذكور أنا بستخدم كلمة تانية، إيه هي؟ he is well built. he is well built برضو دي معناها عنده زيادة بسيطة في الوزن، بس مع الذكور فقط. طيب لما أحب أتكلم عن الشعر عايزة أقول هم شعرهم طويل، أو هم من أصحاب أو ذوات الشعر الطويل. بقولها إزاي؟ they are long haired. ما ينفعش أقول tall،
أيوة طول معناها طويل بس للأشخاص لما أحب أوصف طول شخص معين، لكن للأشياء بستخدم كلمة long. طيب واحد عنده دقن وعايز أوصف الكلام ده أقوله إزاي؟ he has a beard. نخلي بالنا هنا استخدمنا has، ما ينفعش استخدم verb to be، عشان كده قلت بستخدمه في 90% من حالات الوصف، لأني أوقات كتير بحتاج استخدم أفعال تانية. طب شفت بنت وحسيت ان البنت صغيرة كده وحسيت ان هي جميلة وعايزة اقول البنت دي جميلة، هقولها ازاي؟ she is pretty. دي برضو كلمة pretty انا بستخدمها للبنات، ما ينفعش اقولها على ولد، يعني ما ينفعش اقول ده ولد جميل، لكن بقول ايه؟ ده ولد وسيم، he is handsome. طيب برضو لو حد عندي أنيق في لبسه كده وذوقه حلو ومنمق هقولها ازاي؟ they are well dressed. هم أنيقين، يعني معناها ان هم شيك في لبسهم، أنيقين. طب لو بيلبسوا على الموضة they are stylish. دلوقتي هنتكلم عن ازاي امسك شخص معين واوصف اغلب الحاجات فيه ورا بعض، زي لما احب مثلا اتكلم عن حد عندي في العيلة او صديق ليا او اي حاجة فاعرف اوصفه ازاي لحد. تعالوا نشوف. my little sister is Sandy. هنا معناها اختي الصغيرة ساندي، او ساندي هي اختي الصغيرة. little صغيرة، صغيرة مش صغيرة في الحجم، لا صغيرة في العمر. is ساندي بعرف هنا ان اسمها ساندي. she is 17 years old. هنا وضحت ان عمرها 17 عام، عندها 17 سنة. she's short هي قصيرة، short هي قصيرة، طولها قصير. she has long wavy brown hair. هي شعرها بني وطويل ومموج. زي ما ملاحظين هنا احنا استخدمنا has مش verb to be. she has brown eyes. هي عينيها بني أو لون عينها بني. she has a little nose. هي عندها مناخير صغيرة أو أنفها صغير، لديها أنف صغير. هنا استخدمنا little معناها صغيرة في الحجم، مش زي little الأولانية little sister اللي هي صغيرة في العمر، لا هنا جاية بمعنى صغيرة الحجم. she has a strong personality. هي عندها شخصية قوية، يبقى strong قوية، personality الشخصية بتاعتها قوية. دي لما بحب اجي اتكلم بقى عن ايه الشخصية قوية الشخصية ضعيفة الكلام ده كله بستخدم هنا has. she's a little crazy but I love her personality. هي مجنونة شوية، هنا little جاية بمعنى حبة صغيرة شوية قليلا ما، الكلام ده كله جاي بمعنى كمية، مش بمعنى بقى صغيرة الحجم أو الكلام ده كله، لأ. but I love her personality. أنا أحب شخصيتها. she likes reading poetry. هي تحب قراءة الشعر. هنا لما بحب أستخدم أو أقول عن حد إنه بيحب يعمل حاجة معينة بستخدم الverb like يحب. she enjoys horror movies. هي تستمتع بأفلام الرعب، يعني هي بتحب تقرا شعر وفي نفس الوقت بتتفرج على أفلام رعب، فهي كده شخصيتها شوية ايه crazy زي ما قلنا في الأول. she loves to go out with her friends. تحب دايما تخرج مع أصحابها. دلوقتي هنشوف ازاي نقول الجمل دي كلها على بعضها كقطعة واحدة، فياريت نركز في طريقة تكوين الجملة كويس ونحاول ان احنا نحفظ الجمل دي عشان تبقى سهل معانا بعد كده المحادثات. نشوف مع بعض. My little sister is Sandy. She's 17 years old. She's short. She has long wavy brown hair. She has brown eyes. She has a little nose. She has a strong personality. She's a little crazy, but I love her personality. She likes reading poetry. She enjoys horror movies. She loves to go out with her friends.